أريد أن أبني جامعًا إن احترقت مصر بقى وإن غرقت مصر بقى. دي كانت جملة أحمد بن طولون المهندس اللي بنى المسجد بتاعه اللي موجود دلوقتي في منطقة السيدة زينب. المسجد يعتبر أقدم مسجد في مصر بعد مسجد عمرو بن العاص، وأقدم مسجد لسه محافظ على حالته الأصلية من غير أي توسعات أو إصلاحات. مساحة المسجد 6 فدادين ونص، ويعتبر من أكبر المساجد اللي موجودة في مصر ولسه محافظ على حالته الأصلية طول السنين دي. المسجد من أجمل المساجد اللي الناس بتيجي من كل حتة في العالم عشان تتفرج عليه أو تصلي فيه، وهو مفتوح للزيارة طول أيام الأسبوع. هسيبكم تتفرجوا وتقولولي رأيكم فيه في التعليقات. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم اللي هتزوروا معاهم المسجد، واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد هينزل على القناة. مع السلامة.